بما ان موضوع المتزملكين دوت بقى ترند دلوقتي، والعبد لله يعني هو اول واحد اتكلم وفتح الموضوع ده، فمن ساعتها الدنيا قامت ما قعدتش. كل الاحترام للناس دي على المستوى الشخصي، والله العظيم بجد كل الاحترام ليهم. ولكن عايزك تعرف بجد ان نادي الزمالك ده بجد حاجه عظيمه قوي. نادي الزمالك ده حاجه كبيره قوي، كلنا بنفتخر بيها وكلنا بنشكر اللحظه اللي ربنا انعم بيها علينا، وهي حب نادي الزمالك. وده بجد من قلبنا، خارج عن اي بقى ايقافات قيد ولا عن اي حرق الدم ولا على اي مشاكل ولا على اي حاجه من الحاجات دي. بجد احنا حبنا للزمالك بجد حاجه كبيره قوي، من غير شروط ومن غير بطولات زي ما قلت لك ومن غير اي حاجه. هو ربنا زرع فينا حب للنادي دوت، فطول الوقت عندنا غيره ان احنا دايما عايزين نظهر النادي ده بجد ان هو حاجه كبيره، ونفسنا في يوم من الايام نشوفه من غير ديون ومن غير مشاكل ومن غير اي حاجات من اللي بتحصل دلوقتي ده. وده حلمنا الوحيد. والاهم من البطولات كمان ان انا اشوف نادي الزمالك بيتقدم لقدام وبينجح وبيطلع من الازمه اللي هو فيها ديت. ده هدفي الوحيد قبل بطولات وقبل صفقات وقبل تحفيل وقبل اي حاجه. فيا اخويا انتمائك لنادي الزمالك ده شرف ما بعده شرف. حاول على قد ما تقدر لما تلبس التيشيرت العظيم ده ان انت تكون حاول تكبر من التيشيرت ده، مش تحاول تصغر منه. بتحاول ترضي الجمهور اللي انت واحد منهم، اللي ممكن يبقى في يوم من الايام الريتش او المشاهدات والفلوس خدتك لحته انت ما كنتش حابب ان انت توصل لها. وافتكر دايما ان الرزق والمشاهدات والحاجات دي والنجاحات دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. ورزقك لو في بطن الحوت هيجيلك، سواء كنت بتقدم حاجه وحشه او حاجه حلوه. صحيح كل الناس اللي على الميديا في الاول وفي الاخر هي بتسعى للريتش، ولكن انت لازم تسعى للريتش بالطريقه النظيفه والطريقه الكويسه والطريقه اللي تكون طالعه من قلبك وضميرك فعلا يكون راضي عنها، عشان ربنا هيحاسبك في يوم من الايام على المحتوى اللي انت بتقدمه دوت.